السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. عيد الأضحى هنعمل بقى مع بعض الفتة والخيار المخلل مع بعض، طريقة سهلة جدا. أنا ببقى متعودة دايما الفتة والرقاق لازم يبقى معاهم خيار مخلل. هنخلله مع بعض. ده خيار رفيع كده زي ما انتم شايفين. حاولي لما تيجي تخللي الخيار، نقي الخيارة الرفيعة دي عشان تعيش معاكي اكتر وما تتهريش. هتغسليه وتقطعيه كده بالشكل اللي انت عايزاه. انا بفضل اقطعه بالشكل بالورب ده كده، يبقى شكله حلو. هتقطعيه، عايزه تخليه صحيح بس انا بفضل يبقى ايه، متقطع كده. يا دوب هتخليه النهارده. تاني يوم الصبح هتلاقيه اصفر، وتدخليه التلاجة على طول عشان يفضل معاكي لاخر واحده مقرمش ومش مهري. يعني انا ده كنت مخليلاه يوم الوقفه عشان ناكل منه اول يوم العيد الصبح. خلاص قطعته كله اهو. وهجيب ميه، دي ميه متفلتره او ميه مغليه وتسيبيها تبرد. وتحطي الملح يعني بالكميه اللي انت عايزاها، وشويه شطه، وفنجان الخل ده ضروري يا جماعه. هو مفيش اكتر من كده. تخليل الخيار، ملح، شطه، ميه وملح وشطه وخل بس. مش هتحطي اكتر من كده. وهتغطي بقى الخيار بمحلول التخليل ده، وتسيبيه بره في المطبخ على الرخامه كده لتاني يوم. يعني عملتيه النهارده الصبح لتاني يوم بقى، وتشيلي في التلاجة. دي لحمه من الرقبه، لحمه ضاني. هنسلقها مع بعض بطريقه حلوه. وده بوكيه جرنيه، بصل وطماطم وجزر وفلفل رومي وحبهان وورق لورا. اول حاجه هنغلي الميه وهننزل فيها اللحمه، تاخد غلوه واحده بس، وندلقها ونشطف اللحمه بالشكل ده زي ما احنا ما عملنا اهو. وننزلها في ميه بتغلي تاني. دي تاني مره، يعني دي تاني مره احطها في الميه الاولانيه زي ما قلنا رميناها. وحطيت اللحمه اهو. هنزل بالبوكيه جرنيه، الجزر والفلفل والبصل والطماطم وحبهان وورق لورا وملح وفلفل. الطريقه دي يا جماعه هتاخدي احلى شوربه ضاني. هتاخدي احلى تست. مش للناس اللي ما بتحبش ريحه اللحمه الضاني او المرقه بتاعتها، مش هتلاقي اي حاجه خالص خالص. وطبعا طالما الخروف انت شاريه من مكان مضمون والمرعى بتاعته كويسه، هتلاقي لحمته مش زفره، وهتلاقيه في منتهى النظافه. بس دي انا بقولك الخطوه دي تعمليها كإجراء وقائي بس كده عشان تاخدي أحلى نتيجة. هتسيبيها بقى تقلبيها مع بعضها كده، وتسيبيها تستوي على نار هادية. هنعمل مع بعض الصوص بتاع الفتة. أنا بفضل أعمل صوص الفتة بالشكل ده. بصلاية صغيرة مفرومة ناعم، ومعاها معلقتين سمن بلدي على النار كده لحد ما لونها يبقى فاتح بالشكل ده. وانزل بعصير الطماطم، طماطم معصوره ومتصفيه، ومعلقتين توم وشويه ملح وفلفل، واسيبها بقى تتسبك مع بعضها. يعني احنا بنفضلها دايما بالطريقه دي. في الناس كلها بتعملها بتومه محمره وينزلوا عصير الطماطم. انا بفضل دي احسن، وجربوها يعني. هننزل بقى بالملح والفلفل. ما بحطش معاها خل، بحط الخل والثوم لوحده خالص. يعني المفضل للفتة كده. سايبه الصلصه بتتسبك، اللحمه بتتسلق اهي. هنعمل بقى شويه رز حلوين. هعمل رز بالشعريه لان عندي بيحبوا الفته بالرز بالشعريه. هحمر شويه شعريه. انا بحط كل كوبايه رز قدامها كوبايه شعريه، ده في الطبيعي حتى في اي رز ليا. برضو الفتة نفس الطريقة، بيخليه مفلفل وحلو قوي. هتحمري الشعرية باللون اللي انت عايزاه كده. انا بحبها تبقى لونها فاتحة ذهبي كده. وانزل بالرز ومعلقتين الملح بتوعي، اظبط ملحي. ونصيحة يا جماعة، كنت هتسقيه بمية او مرقة تكون بتغلي. انا هسقيه بمية بتغلي عشان برضو الشوربة الضاني اللي انا هسقي بيها العيش تقيلة، فما يبقاش ده وده. بس كده. تقلبيه بقى لحد ما يسخن، وبعدين تنزلي بالميه وتسيبيه زي ما بتسوي الرز بتاعك العادي يتشرب
وبعدين توطي عليه وتحطي الشياطة وخلاص. وخلاص على كده يبقى خلص الرز في وقت واحد اهو. عين عليها اللحمة وعين التانية عليها الصوص بيتعمل، وعين التالتة عليها الرز. هتخلصي كله في وقت واحد. خلي يعني عودي نفسك تبقي مرتبة، وكل حاجة تعمليها مع بعض كده كله هيخلص في وقت واحد، مش تاخدي وقت كبير في وقفة المطبخ. شلت اللحمة هنا بقى وحمرت للي بيحب اللحمة محمرة. يعني انا عندي في حد مش بيحب اللحمة مسلوقة، وكلنا احنا بنحب اللحمة مسلوقة، فحمرت له على قده. ومكان التحمير ده حمصت العيش بالشكل ده. واديني على العين التانية بحط معلقتين كبار توم عليهم معلقتين سمنة، وهعمل الخل والثوم. العيش اتشرب، انزلي عليه بكبشتين بقى شوربة، كبشتين 3 مش اكتر، لان انا مش بفضل العيش يبقى مبلول. يعني مش عارفة، بحسه بيبقى عامل مبلول زيادة. يعني مش عارفة، مش بفضله، يعني بيبقى عامل زي اكل الفراخ، سوري يعني. فانما اما بتسيبيه بيقرمش شوية، لان لسه هنحط عليه اضافات تانية، فهتلاقيه بقى مظبوط مش معجن. اصل احنا مش هنحطه في الفتة يبقى، يعني لو كترت الشوربة قوي هتلاقيه عجين فعلا، هيرجع لاصله تاني عجين. فاحنا دلوقتي هنعمل خلاص كده. انا العيش بالنسبة لي خلاص كده، والثوم بقى اتحمر، هنزل عليه بالخل ياخد غلوة. وبعدين بقى ابدأ في تظبيط الفتة. كله بقى جاهز قدامي، الرز، الخل والثوم، الصوص، العيش. اهو بقى العيش اهو زي ما قلنا. بصوا لسه في حتت ناشفة، يعني لسه في حتت ناشفة ماسكة نفسها، هتطرى بقى مع حبة الصوص اللي هنحطهم. جربوا يا جماعة الفتة بالطريقة دي. الناس كلها ما بتحبش العيش بتاع الفتة، بس لو عملتوها زي ما انا بعملها كده، الكبير والصغير هياكل العيش ده اكتر من الرز، لان العيش متحمص بالسمن ومحطوط عليه بقى شويه رز هقلبهم فيه، وشويه صوص، وشويه ومعلقتين برضو خل وثوم. بتلاقي العيش ده اطعم مليون مره من الرز، فيه كل الاطعم والنكهات اللي موجوده في الفته هتلاقيها جوه العيش، لان كله حطاه ومقلباه على بعضه. رصيته بقى في السيرفيس بتاع التقديم، العيش بالشكل ده، وهنزل بقى عليه بالرز بطريقة الفتة العادية بتاعتك بقى. وحطي بقى على الوش، عايزة تحطي على الوش كله براحتك. انا بفضل نحط على الوش، بحط على الوش كله الصوص والخل والثوم، علشان خاطر يبقى الرز كمان طري. حطي بقى الخل والثوم على الوش بالشكل ده. بتبقى بصراحة الفتة بتخلي ريحة البيت كله حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة جدا. وهو الخيار، بصوا الخيار طلع تاني يوم ده، طلعته بصوا ماسك نفسه ومقرمش وجميل. وكذا فيديو هعمله معاكم، هحط لكم منه، هيفضل لاخر واحدة وهو بالشكل ده مقرمش وماسك نفسه وحلو جدا، حدقه جميل. جربوه يا جماعة بالطريقة بتاعتي دي، هينجح معاكم جدا. ادي الفتة شكلها النهائي، واللحمة المحمرة زي ما قلت لكم، والخيار، واللحمة المسلوقة، وحمرت شوية ممبار، والترشي. هو كده يعني العيد فتة وممبار وكل الحاجات الجميلة بتاعتنا دي. وشوية ترشي بلدي، وهتقعدي تاكلي احلى اكله. جربوا يا جماعه الخيار المخلل والفته وسلق اللحمه الضاني بطريقتي، هتعجبكم جدا. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. وكل سنه وحضراتكم طيبين، وعيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله.